أنا عبير وهاي شعر بنات. تعالوا خلي أسولف لكم قصة. وفكرك غلبني وادعي بالفهامة. عنيت نفسي يوم حظي تمناك يوم الوفا يمك لبس العمامة. لا تفكرين فد يوم تحرمين أب من بنته أو ابنه، لأن النهاية ممكن تكون فظيعة، مثل ما صار ويا الشاعر المعروف اللي تميز وأبدع بنسج أعذب القصائد سعد السبيعي. سعد كان يعاني من مشاكل بينه وبين زوجته، بحيث زواجهم دام فترة قصيرة جدا، وبالنهاية قررت زوجته التركة وطلبت الطلاق. من راحت البيت أهلها اكتشفت أنه هي حامل، ومن عرف سعد بحمل زوجته حاول أكثر من مرة أنه يرجعها، بس هي رفضت وظلت مصرة على الطلاق. ومن ولدت طفلتهم الأولى تم الطلاق. هنا حاول سعد يشوف بنته بس رفضوا ومنعوه، وأكثر المحرضين على سعد هي أخت زوجته على حسب أقوال سعد بالتحقيق. ولمدة سنة كاملة سعد ما شايف بنته، حاول أكثر من مرة بس بدون فائدة. هنا قرر سعد الانتقام، وبيوم من الأيام طلعت أخت زوجته وكانت حامل، ووياها حماها اللي عمره 15 سنة. بقى سعد يراقب بيتهم دائما، ومن طلعت وشافها ضربها طلقات هي وحماها وفارقوا الحياة. تم إلقاء القبض على سعد واعترف بجريمته، وقال إنه هو قتلها لأن كانت السبب الرئيسي بحرمانه من بنته، وقال الولد اللي كان وياها ما كنت أقصد أقتله. واعتبر سعد قاتل ل3 أشخاص، أخت زوجته وطفلها الحامل بيه وحماها. وتم تنفيذ القصاص على سعد في سنة 2013. وبالنهاية كل إنسان بهذه الحياة يعاني من ظروف ومشاكل، حتى المشاهير اللي يظهرون على السوشيال ميديا وهم يشوفون عايشين حياة وردية، لكن الشهرة ما تحدد إذا كانت حياتك مستقرة أو لا، بل تصرفات الإنسان هي اللي تحدد بغض النظر إذا كان طبيب أو وزير أو مشهور. شعر بنات.